السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أول حاجة إن إحنا نشوف ده الجزء الأول من تطبيق سنتر. حضرتك بتدخل الرقم السري بتاعك، ده طبعا بعد لما تكون بتجيلك الرسالة إن أنت قبلت خلاص في البورصة وأصبح ليك إن أنت بيحقلك التداول في البورصة المصرية. ده إيميل بيبعتهولك على الإيميل بتاعك. لما بتدخل حضرتك الرقم السري بتاعك بيطلع لك الصفحة دي. تمام. هنا بتحب مثلا هنا استكشف، انت تحط السهم اللي انت عايزه. انا مثلا هنا حطيت سهم ايه؟ العربية خليج الأقطار، العربية وبوليفارا اهوت. العربية او بوليفارا، وده اداء السهم النهارده. احنا بنقولها طبعا على حاجة يعني على سبيل المثال، يعني سعره اهوت واداؤه عامل ايه. هنا بتبقى عملية ايداع. طبعا انت بتدخل على كلمة المحفظة هنا بتدوس عليها. لما بتبقى اكتف كده بيبقى انت كده هو ده البرنامج شغال. لو البرنامج بتاعك مش شغال هتلاقيها مش اكتف زي دي. اكتف كده بتدوس عليها عشان خاطر تعمل عملية الإيداع. تمام. اهي هنا في فلوس تسحبها بتبقى اكتف اهي. تمام. مفيش زي اللي فاتت دي ما كانش فيه فلوس تتسحب. هنا الإيداع طبعا حاليا في صندر شغال عملة مصرية بس مفيش دولار أمريكي. ما تقدرش تشتري أسهم بدولار أمريكي. هنا الإيداع ثلاث خيارات الإيداع: عن طريق إيداع نقدي أو انستا باي أو فودافون كاش أو فوري. طب انا انصح اول مره ان انت تعمل ايداع، تعمل عن طريق الايداع النقدي في البنك عشان يبقى معاك الايصال اول مره يعني. لكن بعد كده تحب تتعامل الحاجات اللي انت عايزها تتعامل، بس اول مره يا ريت ان احنا نتعامل بالايداع البنكي، نروح البنك مباشره. اللي هو ايه الايداع البنكي بقى؟ اللي هو عندنا ايكونوميكال انترناشونال بانك، اللي هو البنك التجاري الدولي. الفرع الاقرب ليك بتعمله، وادي رقم حساب بتاعهم بتودع فيه. ولما بتدوس على تاكيد هنا هو بيفتح لك صفحه تانية بتقدر تصور بيها بالكاميرا بتاعتك الايصال السداد وتبعته لهم، ويفضل ايصال السداد بتاعك مع حضرتك. عشان كده بقول افضل في الاول التعامل خالص خليها افضل عن طريق ايصال البنك والايداع البنكي. بعد كده ممكن نلجأ للوسائل التانية اللي هي فودافون كاش اهي، وانستا باي اهي، والتحويل البنكي اهو. بس افضل ظبطه ان هو لما بندخل على البيانات بيديك البيانات اللي هي ايه، اللي هي اي جي اكس 30 واي جي اكس 70 و50. واحنا عارفين طبعا دي مؤشرات البورصه. طبعا انا دوست في الاول على دي عشان اديها لكم كده كمثال. ادي النهارده المؤشر عامل ايه، حاله المؤشر النهارده. تمام. ده كده الجزء الاول من شرح تطبيق ساندر. اتمنى ان هو يعجبكم. وفي اجزاء تانية لشرح التطبيق لان التطبيق لسه ما خلصش كده شرح.